السلام عليكم. عسى أن يكون الجميع بخير. تزاوج طائر التفحي أو ما يعرف بالتفاح جنى النعار هو عملية ممتعة ومجزية جدا لمربي الطيور نظرا لتغريده العذب وشكله الجميل. هذا الطائر ينتمي إلى فصيلة الشرشوريات مثل الحسون والكناري، وتشبه طقوس تزاوج الطقوس هذه الطيور إلى حد كبير. إليك دليلك الشامل لنجاح عملية تزاوج طائر التفحي. 1. اختيار وتجهيز الطيور. السن المناسب. يجب أن تكون الطيور بالغة وصحية، ويفضل أن يكون عمرها سنة أو أكثر. التمييز بين الجنسين. الذكر يتميز بلونه الزاهي ووجود اللون الأحمر الوردي أو البرتقالي على الصدر والجبهة، خاصة في موسم التزاوج، وتغريده القوي والمتواصل. الأنثى ألوانها باهتة وبنية مموهة، وتفتقر إلى اللون الأحمر على الصدر، ولا تغرد، تصدر زقزقة خفيفة فقط. مرحلة الجهوزية. الذكر يصبح كثير الحركة، يغرد بقوة وصوت مرتفع، وينفخ ريشه ويرقص أمام الأنثى. الأنثى تبدأ بالبحث عن مواد التعشيش وتتحرك بنشاط، ويصبح بطنها خاليا من الريش ومنتفخا قليلا، علامة وضع البيض. 2. بيئة التزاوج. القفص والرجيم. القفص يفضل استخدام قفص تزاوج واسع يحتوي على عازل سلكي في المنتصف لتهيئة الطيور قبل الجمع. العش يفضل استخدام عش داخلي أو خارجي مثل عش الكناري، وتوفير مواد التعشيش مثل قطن طبيعي، خيوط الخيش القصيرة، وعشب جاف. الموقع: ضع القفص في مكان هادئ بعيدا عن التيارات الهوائية والضوضاء والحيوانات الأليفة، مع توفير إضاءة طبيعية حوالي 12 إلى 14 ساعة ضوئية لتحفيز الهرمونات. 3. خطوات التزاوج والجمع. مرحلة التعارف. ضع الذكر في جهة والأنثى في الجهة الأخرى، يفصلهما العازل السلكي. اتركهم لمدة أسبوع إلى أسبوعين حتى يطعموا بعضهم من خلال السلك، علامة التوافق. الجمع: عندما تلاحظ أن الأنثى بدأت في بناء العش وأن الذكر يغرد لها بحرارة، قم بإزالة العازل، يفضل أن يكون ذلك في المساء أو الصباح الباكر. التلقيح: ستلاحظ حدوث التكبيس التلقيح بعد الجمع بفترة قصيرة، وغالبا ما يتم ذلك في الصباح الباكر. 4. التغذية المثالية لموسم التزاوج. تحتاج الطيور إلى طاقة إضافية وفيتامينات خلال هذه الفترة. الخلطة الأساسية: حبوب البريق، الزوان، مخلوطة بذور الجنب، القنبز، بذور الكتان والنيجر. البروتين مهم جدا للأنثى والفرخ. تقديم البيض المسلوق مع البقسماط الباتيه 2 إلى 3 مرات أسبوعيا. الكالسيوم: توفير عظمة الحبار لسان البحر داخل القفص بصفة دائمة لتكوين قشرة البيض. الفيتامينات: يمكن وضع قطرات من فيتامين إي زائد السيلينيوم في المشربية لتحفيز الخصوبة لدى الطرفين. 5. وضع البيض والحضانة. تضع الأنثى عادة من 4 إلى 6 بيضات. ترقد الأنثى على البيض لمدة تتراوح بين 13 إلى 14 يوما. خلال فترة الحضانة يفضل تقليل تقديم الأغذية المحفزة مثل الفيتامينات والبيض للذكر حتى لا يزعج الأنثى ويرغمها على ترك العش للتزاوج مجددا. هل تخطط لتزويج التفحي مع جنسه؟ تفحي ضرب تفحي، أم ترغب في إنتاج هجين بندوق عبر تزويجه مع الكناري؟ شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسونا من الاشتراك معنا.